صباح الخير على احلى متابعين، وحشتوني. ولو اول مره تشوفوا الفيديو، انا جميله محمد. يا ريت لايك واشتراك ومتابعه. النهارده يا حبيب قلبي هنعمل الترند الجديد من بلبن. هنعمل كشري الحلو بلبن. كشري اجدد اختراع من محلات بلبن، وصفه جديده. الكل بيتكلم عنها، كشري الحلو. وهو فعلا يستحق الضجه دي ولا لا؟ تعالوا مع بعض نتحدى بلبن ونعمله في البيت، ونشوف اسرار الكشري الحلو ونعمله بطريقه. اسرار الكشري وتفاصيله. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كيلو. هنعمل رز بلبن. معانا كيلو لبن، ومعانا شويه لبن. هنحط عليهم 4 معالق نشا. معانا كوبايه الا ربع رز مغسول ومنقوع، ومعانا كوبايه ونص سكر، ومعانا 3 معالق قشطه، ومعانا كريم شانتيه محطوط عليه كريم باستري. هنعمل كريم شانتيه بس. 3 معالق كريم شانتيه. هنحط قلب الرز يستوي على النار، ونحط عليه لتر ميه يستوي تماما. يكون مستوي جامد جدا. ننزل عليه حبيب قلبي بكيلو اللبن. هنفضل نقلب كده بسرعة. هيغلي كده حاجة بسيطة. نبتدي نحط السكر حسب الرغبة، ممكن كوباية ونص حسب الرغبة. هنقلب كويس جدا يا حبيب قلبي، ندوب السكر كده في اللبن. وهننزل بقى بالقشطة الجميلة دي. دي بجيبها من على وش اللبن. بغلي اللبن وبجيبها من على وش اللبن. او قشطه جاهزه. ده كريم، كان عندي كريم شانتيه وحاطه اكتريته كريم باستري. هو بيدي لون اصفر شويه كده. بدنا نحط 3 معالق كريم شانتيه بودر عادي. هنحط بقلب النشا. هندوبها في اللبن كده قلبي لحد ما تدوب تماما. وهنحط نقلب النشا حسب الرز ما يتقل معانا، يعني كل نشا وليه خامته. هنقلب كده قلبي لحد ما القوام يتقل معانا، والرز بلبن كده يكون جاهز وتمام. هنحضر بقى الكبات، وهنحط الرز بلبن. وهنسيبه يبرد شويه بره، وبعد كده نحطه في التلاجة. تاني يوم بقى انا كان عندي ربع كيلو كنافه كده، كنت مفرزاها. طلعتها كده قلبي، وابتديت اقطعها كده حاجات بسيطه. افكها كده من بعضها، وبعد كده افردها في صاج او صينيه. ومعانا كوبايه الا ربع سمنه بلدي. هنقلبها كده يا حبيب قلبي. لازم الكنافه كده تتغلف بالسمنه. السمنه البلدي دي طبعا بتوديها في حته تانية، او سمنه نباتي المتوفر عندنا. هنبتدي كده يا حبيب قلبي هنحطها في الفرن، ونبتدي نقلب كده باستمرار. هنطول بالنا عليها ونصبر شويه لحد ما تدينا اللون التحفه ده. لون موحد، لون دهبي حلو قوي للكنافه. زي المحلات بالظبط. هنحطها على شبكة الفرن، وهنبتدي نقلب فيها لحد ما تدينا اللون الذهبي ده يا حبيب قلبي. كده تمام. هنبتدي بقى هنجيب ورقة جلاش. لفة جلاش كده يا حبيب قلبي. هنبتدي نقطعها كده بالشكل ده اهو يا حبيب قلبي. بعد كده نبتدي نقطعها بالطول كده، وبعد كده هنقطعها مربعات بالشكل ده. هتكون بالشكل ده بديل اللي هو الوردي، اللي هو بيبقى على الكشري او التقلية. بيبقى هنحمره يا حبيب قلبي بكوباية الا ربع سمنة. انا حطيت كوباية الا ربع سمنة بلدي، وانا اقلبه كده يا حبيب قلبي. بحب اعمل حلويات بسمنة بلدي عشان تبقى طعمها حلو قوي. آه، او سمنة نباتي. هنحمره كده يا حبيب قلبي في الفرن. هنبتدي نعمل بالشكل اللي انا بعمله كده في الفرن. مع استمرار، مش هنسيبه. ده مش هيتساب. الكنافة ممكن تتساب، لكن ده مش هيتساب لانه بيتحمر على طول. لو ابتدي في حاجات احمرت بعد كده نحطها في الطبق، يعني لو شوية جلاش احمروا هنحطهم في طبق كده نحمر غيرهم. نبتدي نقلب باستمرار كده لحد ما يدينا اللون ده يا حبيب قلبي، لون المحمر كده. هنبتدي نعمل شربات بسيط كده. كوباية سكر، كوباية مية، نص ليمونة، شوية فانيليا. هنديها غلوتين كده على النار، تبقى سايلة كده، مش عاوزاه تقيل. هنبتدي بقى نسقي الجلاش.
الجلاش كان بارد وانا الشربات كان سخن، مش عاوزاه يطرى، عاوزاه يحتفظ بقرمشته، مش عاوزاه يبقى متشرب سكر او عسل قوي. آه، يعني حاجات بسيطة كده، شربات يعني او عسل، يديله طعم مسكر شوية بس مش تقيل يعني. سبت شوية للكنافة. لو مش مستحب مش هنحط يعني، عشان احنا هنحط عليه صلصة صوص فيه سكر يعني. انا عملت حاجة بسيطة كده يعني، رششت عليها حاجة بسيطة كده من العسل، مش لا تذكر يعني، مش مدي اي مسكرة ولا اي حاجة، بس حبيت اديها شربات كده. هنعمل بقى الصوص الابيض اللي هو بديل الصلصة. معانا معلقتين زبدة، ومعانا 3 معالق دقيق، ومعانا 3 معالق كريم شانتيه من دريم، ومعانا 3 معالق كريمة لباني بودرة، ومعانا كوباية لبن، ومعانا انا كان عندي مكعبين كده شوكولاتة بيضة. هنحط حب قلبي يعني، زي ما كنا هنعمل بشاميل كده بالظبط. هنحط الدقيق ونحمره في الزبدة يعني، حاجة بسيطة. وبعد كده ننزل عليه باللبن، نقلبه كويس جدا تماما. انا حطيت نص كوباية مية زيادة، لو حابين نحط كوباية ونص لبن عشان يبقى خفيف شوية، مش عاوزاها تقيلة. هنحط بقى الكريمة اللباني دي بودر، بتيجي من عند مستلزمات الحلواني. كريمة لباني بودر. حطيت 3 معالق، وحطيت 3 معالق سكر، وحطيت 3 معالق كريم شانتيه بودر، يعني اللي هو الكيس الصغير ده من دريم. ومعانا مكعبين شوكولاتة من سما، شوكولاتة بيضة من سما. احنا مستخدمين حبيب قلبي كله مصري في الفيديو، كل منتجات مصرية. كده خلاص خلاص يا حبيب قلبي، الصوص جاهز تمام. هنعمل بقى صوص شوكولاتة كده، نص كوباية لبن، حاجة بسيطة يعني، ومعلقتين عسل أبيض. هندوبهم كده حبيب قلبي على البارد. هنحط معلقتين كاكاو خام. هنحط دي فاضت من بقت من كيس الكريم شانتيه، حطيت معلقة كريم شانتيه. مش هنعمل كمية يعني، نعمل حاجة بسيطة بس نحطها على وش الكشري. كان عندي شوكولاتة كده، حطيت مكعبين شوكولاتة، ومعانا معلقة زبدة، اي زبدة متوفرة عندنا هنحطها. ومعانا معلقة عسل كده هيبقى قلبي. هنقلب كويس جدا لحد ما القوام يبقى يدوب معانا. هنطلع بقى دي حبايب قلب الكبات. انا جبت كبات كده عاملة زي بتاعة الكشري، بتبقى صغيرة شوية عن بتاعة العلب الكشري. آه، ومعانا الصوص جاهز، ومعانا الكنافة جاهزة. دي بديل بقى، نحط طبقة رز بلبن، وهنحط طبقة كنافة بديل الشعرية او المكرونة يعني في الكشري. حطيت كده هيبقى قلبي طبقة رز بلبن، نص العلبة كده، وبعد كده او تلتها، وبعد كده نحط طبقة من الكنافة، وبعد كده نحط طبقة من الصوص الجميل اللي معانا التحفة ده. طعمه حلو قوي جدا، وينفع لحلويات كتير. استخدموا الطريقة دي جميل جدا. اه يا حبيب قلبي، هنحط طبقة صلصة. الكمية اللي معايا قضت بالظبط 10 كبات. الكيلو لبن قضى 10 كبات بالظبط، والصوص برضو اللي انا الكمية قضت معانا برضو ال10 كبات. نحط كده يا حبيب قلبي طبقة بسيطة كده من الجلاش. حبيت احط طبقة كده، كنت هحط على الوش بس انا حسيت ان هو عاوزة اعليه شوية، الكب عاوزة اعليه شوية. حطيت طبقة من الجلاش. ومعانا بقى يا حبايب قلبي مانجا مكعبات كده فريش، ومعانا شرايح فراولة وشرايح موز و... واوريو مصري من ده، مش عارفه اسمه تورته او حاجه. آه ودي بسكوت لوتس، مش لوتس بقى، اسمه روتس، بديل اللوتس. مصري سوري تقريبا. هنحط يا حبايب قلبي طبقه كده من المانجا، مانجا فريش طبعا.
لأ، أبو لبن بلبن يعني يستحق التجربة، وكل كَبّ حكاية يعني، كل كَبّ ليه طعم مخصص يعني، ليه طعم بيودي في حتة تانية يعني. آه يا حبيب قلبي، المانجا كده يعني مانجاية ممكن نعمل فيها كَبّين، أو ربع كيلو فراولة ممكن نعمل كَبّين فراولة أو 3. هنحط شرايح الفراولة كده يا حبيب قلبي. أنا حبيت أرصها كده وأزينها. اه يا حبيب قلبي، يبقى كده تمام. جاهزين المانجا والفراولة، وده كبين الموز. انا عملت 10 كبات، كل كبين نفس الطعم. الموز طبعا، الموز لازم يعمله اخر حاجة عشان لونه بيغمق، فقطعته في اخر حاجة. اه يا حبيب قلبي، وده كبين الاوريو. ده اوريو مصري. طعمه جميل جدا. تقريبا من تورته، انت شفتوا الشكل. وحلو قوي، طعمه حلو قوي. هنحط كده يا قلبي، نزين كده واحدة اوريو. هنحط البسكوت اللوتس اللي هو روتس. ما بيختلفش عن اللوتس في شيء يعني، نفس الطعم ونفس الشكل، وجميل جدا. دي بتتجاب الواحدة من عند مستلزمات الحلواني. روتس دي في منها بديل برضو في السوبر ماركت. لوتس. طعمه حلو قوي. كده الكبات كلها جاهزة يا حبيب قلبي. هنحط بقى اللي هو اخر طبقة، اللي هي شوية الجلاش بقى، اللي هي زي الورد، اللي هو الورد الكشري، اللي هو الورد اللي على الكشري، اللي هو البصل التقلية. بس ده كشري حلو يعني. تجربة جامدة جدا من بلبن. كل مرة بنتحدى بلبن ونعمل اختراعاته يعني. قبل كده كنا عملنا القشطوطة بلبن. والمرة دي عملنا كشري حلو. صراحة حلوة قوي، وكل كب فيهم طعم حلو قوي. حطينا حبيب قلبي صوص فراولة، وحطينا صوص اللي احنا عملناه صوص شوكولاتة على الاوريو. صوص الفراولة ده انا كنت جايباه جاهز، كيس كده بتحط على صوص الفراولة. طعمه حلو قوي برضو. وده صوص الشوكولاتة اللي احنا عاملينه. لقيت صوص غالي طبعا بره، فعملته في البيت. انا بعمله الصراحة على طول، بس كمان الطبقات كتير وخدت مني وقت كتير، فحبيت مش انجز في الوقت يعني، ومطولش في الفيديو. وده كراميل برضو كان عندي، انا كنت عاملاه وكان عندي كراميل، صوص كراميل. تقريبا معلقة، نص كوباية سكر. نسيبها لغاية ما تتكرمل، اللون يغمق كده، وبعد كده نحط مكعب زبدة، وبعد كده نحط كوباية لبن، نبتدي نقلب كده لغاية ما الصوص يتقل بالشكل ده. ممكن نحط له مكعب شوكولاتة بيعزز الطعم، والصوص بيبقى جاهز. حطينا يا حبيب قلبي صوص كراميل على الموز، وصوص كراميل على اللوتس. ده اقرب طعم ليهم. ده يا حبيب قلبي كب المانجا، وده كب الفراولة. شكله حلو اوي، شكله مغري. ولذيذ جدا. وكب الاوريو وكب الموز بالكراميل ده في حتة تانية خالص يعني، ده احلى طعم أنا جربته. وكب اللوتس برضه اللي هو الروتس. كان جامد جدا، طعمه حلو قوي. تجربة تستحق تجربة يعني تستحق ان احنا نعملها ونجربها. طعمه حلو قوي، عجب الاولاد. ممكن يعجب ضيوفك. هو طبقاته كتيرة ومتعب شوية، بس في الاخر يعني يستاهل. كب الاوريو تحفة جدا. وكب الموز بالكراميل طعمه جامد جدا. بالرز بلبن، بالكنافة، بالجلاش، بالموز، بالكراميل، في حتة تانية خالص. جربوه يا حبيب قلبي، وقولوا رأيكم. او جربوه من عند ابو لبن بلبن، يعني حلو قوي. انا حبيت اجربه معاكم وكانت تجربة حلوة قوي. بالهنا عليكم يا حبيب قلبي، ويا ريت لو عجبكم الفيديو
او الفكرة، ياريت لايك واشتراك ومتابعة للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم في الله. جميلة محمد. سلام.